السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في المنظرة ادي سانتوس، وادي الطريق الجديد. نبص بصة سريعة كده نشوف ايه اللي بيحصل. ادي طبعا الشواطئ رجعت تاني اهي، وده كمان شاطئ صغير يعني في قدام شوية ناحية سور حدائق المنتزه. في شواطئ أكبر من كده. جو النهارده جميل، لا هو حر ولا سقعة، دافي كده جميل يعني، من الأيام اللي هي أواخر الربيع يعني. شوية كده تبص تلاقي دخلنا على الصيف بقى وهنبص تلاقي الواحد مش طايق نفسه. طب ننقله الناحية التانية نشوفوا ايه الطريق بيحصل فيه ايه. ادي الطريق اخر حاجة فيه. طبعا هم خلصوا من سانتوس لحد سور نادي المنتزه، سور حدائق المنتزه، ومن سانتوس بقى هنا لغاية بروفاج شغالين عليهم. بعد ما خلصوا كل حاجة، كل المرافق صحي ومية وكهرباء، كل المرافق اللي المفروض كانت تتعمل قبل السفلتة خلصوها، وبدأوا بقى اهو بالفعل تظبيط الطريق ودكه وتجهيزا طبعا لسفلته، طبقات اياه. مش مسافة كبيرة اللي فاضلة عند العربيات اللي هناك دي، القفلة اللي باينة في الآخر دي، ومن سانتوس من مسافة مش صغيرة مش كبيرة. إن شاء الله يخلص قبل الصيف، تبقى كل حاجة جاهزة ويتم الافتتاح. والناس بالرغم من رمضان والجو يعني برضو لما تقف في الشمس طول النهار تحس بالحر يعني. فالناس شغالة بالرغم من كل حاجة، وخلاص اهو المشروع في نهاياته. فاضل له حاجة بسيطة بس تلاقي العملية خلصت وبدأ التسليم بقى. طبعا مجرد ما يخلص السفلتة هيرفعوا الحواجز اللي في وسط الشارع دي، ويرجعوا ده بقى اتجاه واحد
والناحية دي تبقى الاتجاه العكسي. بص الشارع هيبقى اتجاه واحد عرض قد ايه، وهنا اتجاه واحد عرض قد ايه. فإن شاء الله الصيف اللي جاي العملية هتبقى سهلة للمصطفين كلهم، التنقل بين على الكورنيش أو في اسكندرية عامة من مكان لمكان. طبعا ده بيوفر وقت وبيوفر مجهود وبيوفر زي ما قلناها كذا مرة يعني، وبيوفر فلوس وبيوفر تلوث يعني، وبيوفر مكان الناس تمشي فيه براحتها على الكورنيش، سوق كورنيش محترم الناس تقعد فيه، خصوصا في الصيف. طبعا المصيفين بيدوروا على أماكن رخيصة، يعني جزء منهم طبعا الغلابة اللي زينا. وهنا اهو النهاية يعني بيخلصوا المرافق آخرها، آخر حاجات فيها، وخلاص هيبقى خلص من سور حدائق المنتزه لغاية البوريباج. هيبقى فاضل المنطقة بقى اللي شغالين فيها دلوقتي من نادي السيارات للمحروسة. طبعا هم خلصوا أجزاء، بس لسه بقى الأجزاء اللي باقية شغالين فيها دلوقتي. وكوبري محمد نجيب يعني بدأت الخطوات الأخيرة للمشروع إن شاء الله في خلال 2-3 بالكتير، يعني بكتير وقوي على أول شهر 6، على أول يونيو يكون العملية خلاص اتسلمت، خلصت واتسلمت. فربنا يكرم ويسهل الحال، وربنا يدينا ويديكوا العمر ونشوف الحاجات الحلوة دي. ما تنسونوش، لا تنسونا لا تنسونا في الاشتراك والشير واللايك لو عجبك الفيديو، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظر جميل بصراحة ولسه ما اتسفلتش، شوف هيبقى عامل ازاي بقى بعد ما يخلص. توتالة بقى منظر عام كده للموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.